هو انتوا لسه فيكوا العاده دي؟ يعني انت كبروكر شايف عميلك ساذج للدرجه دي؟ مش هتبطلوا الشغلانه العبيطه دي يا فندم؟ لو حضرتك مش حاطط لنفسك لونج تيرم بلان انت هتلبس، وهتلبس لبسه وحشه كمان. عقار ايه اللي في الدنيا بنشتريه ونبيعه بعد 6 شهور ولا سنه؟ ممكن تحصل بس ما ينفعش ناخدها قاعده. مدن يا فندم لو نفسك ما كانش طويل معاها ما تشتريش. دي المرحله الاولى بس. 2000 فدان مره ونص قد مراسي اللي كان اللونش بتاعها 2008 كان الفيلا فيها ب 5 و6 مليون جنيه. الغرفه والغرفتين فيهم كان ب 900 و800 الف جنيه. الناس دي بدات تعمل ريسيل بعد 10 سنين، يعني بدات تشوف وتشم نفسها مراسي في 2018 تقريبا، يعني بعد 10 سنين من اللونش. مستوعب؟ تارجت الكلاينت بتاع مدن مش قليل، ده حضرتك ده حدث بيحصل في مصر، بيحرك السياحه الداخليه والخارجيه لمصر. لو حضرتك بصيت على تفاصيل مشروع مدن هتلاقي نفسها بتتقارن برشلونه اللي الجزء بتاعها على البحر 12 كيلو متر، مدن 44 كيلو متر. مساحه ارض برشلونه 109 كيلو متر، مساحه ارض مدن مشروع راس الحكمه 170 كيلو متر. مفيش مقارنه اصلا. في الماب دي بيوضح لك المسافة ما بين روسيا وراس الحكمة 4 ساعات، وباريس 4 ساعات، لندن 5 ساعات، وروما 3 ساعات، وابو ظبي والكويت والرياض ومدريد. انا بقول لك الكلام ده يا فندم علشان تعرف تارجت مدن ايه. الناس دي مش متارجتة كلاينت عادي، الناس دي متارجتة دول كاملة. انا بقول لك الكلام ده علشان تفهم ان اي استثمار على المدى القصير مع مدن هو مخاطرة كبيرة جدا. جمد قلبك فيها واشتري زي ما انت عايز، بس انسى فكرة ان انت تخش وسنة سنتين ثلاثة ولا حتى 5 وتبيع. الانفنتوري عندهم ضخم، حضرتك في منك كتير جدا. خليك فاهم ان طول ما المعروض لا يلبي المطلوب حضرتك وقتها تقدر تبيع. لو احتجت اي سؤال او اي استفسار انا دايما موجود. سلام.